ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد. هنشتغل النهارده مع بعض جيبة للأطفال. هقول لكم على طول ندخل على طول في الأدوات اللي هنستخدمها. أول حاجة هستخدم خيط صوف هو نبيتي، تمام. هستخدم خيط باريس، والإبرة المفروض نستخدمها من 3 ل4، بس أنا هستخدم النهارده إبرتين. إبرة 2.5 مليمتر، ده اللي هتبقى للكمر، يعني الإبرة دي هتبقى للكمر، تمام. وإبرة مقاس 3 مليمتر هتبقى للجيبة نفسها، تمام. يلا بينا نبتدي. هنعمل عقدة البداية اهو، زي ما انا قلت لكم هشتغل بإبرة مقاس 2.5 مليمتر، تمام. هنرتفع عدد سلاسل 1 2 3 4 5 6. انا هنا اشتغلت 25 قصدي سلسلة، تمام، بحيث يبقى طول الكمر اهو حوالي 10 سنتي، تمام. طبعا ممكن تخلوا الكمر اقصر او اطول براحتكم. هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلة، تمام. هندخل في تاني غرزة، هنعمل غرزة حشو، اللي بعديها غرزة حشو. هقول لكم نشتغل ازاي غرزة الحشو. بندخل في السلسلة اللي في الخيط وبنطلع، هيبقى لنا حلقتين على إبرة بنطلع منهم هما الاتنين. تاني بندخل في الغرزة، هنسحب الخيط ونطلع، بقى حلقتين على إبرة هنطلع منهم هما الاتنين، تمام. هنفضل شغالين بنفس الطريقة اللي هي غرز حشو طول السطر، وهرجع لكم. انا هنا خلصت السطر، تمام. هنرتفع سلسلة، هنلف الشغل. شايفين عندنا هنا حرف V، هنخش في الحلقة الخلفية وهنعمل غرزة حشو برضو. في اللي بعديها هنخش برضو في الحلقة الخلفية وهنعمل غرزة حشو. اللي بعده، وهنفضل شغالين غرز حشو في الحلقة الخلفية. ده هيبقى شكلها لبقية السطر. انا هنا خلصت السطر، تمام. اخر غرزة في السطر انا هخش في الحلقتين، تمام، مش هخش في الحلقة الخلفية علشان يعني الشغل يبقى مظبوط في نهاية السطر، ما يبقاش شكله غريب او شكله وحش، تمام. اهو نهاية السطر، تمام. هنرتفع سلسلة، هنقلب الشغل، وهنشتغل برضو في الحلقة الخلفية. اهو الرابعة، وهكذا. هنفضل شغالين بنفس الطريقة اللي هي هنرتفع سلسلة، هندخل في الحلقة الخلفية، هنفضل نشتغل سطور كتير قوي لحد ما نوصل ل الوسط او بداية الجيبة. انتوا عايزين تعملوها منين؟ من الوسط ولا من تحت شوية؟ وهكذا. مثلا انتوا وسط البنت مثلا 60 سنتي مثلا او 50 سنتي، تمام. هتفضل شغالين من اللي انا بعمله ده 50 سنتي، تمام. هخلص الطول اللي انا عايزاه وهرجع لكم. رجعت لكم هنا بعد ما خلصت الطول المناسب، تمام. هقول لكم بالظبط برضه هو كام سنتي. حوالي 2 أو 63 سنتي كده. دلوقتي المفروض نقفل الشغل. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلة ونمسك الشغل التاني، هنشتغل. شايفين هنا في
اهو. هنشتغل في الحلقة الخلفية دي. تمام، هندخل في الحلقة الخلفية في الغرزة المقابلة ليها، وهنعمل غرزة حشو. واحد. في التاني هنخش برضو في الحلقة الخلفية وفي الغرزة المقابلة وهنعمل حشو، وهكذا هنفضل داخلين. هندخل هنا في الحلقة الخلفية، عندنا هنا حلقة أمامية وحلقة خلفية. هنخش في الحلقة الخلفية في الغرزة المقابل ليها هنعمل غرزة حشو. هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. أنا هنا خلصت السطر زي ما انتم شايفين كده اهو، مش باين تقريبا. ممكن بدل ما تقفلي مثلا بغرز حشو هنا بنفس الطريقة عادي، ممكن تقفلها بغرزة منزلقة. تمام، ولكن انا هنا يعني اخترت غرزة الحشو، هي هنا حرفيا مش باينة. تمام، انا هنا عكست الشغل، يعني حسيت ان كده افضل. تمام، هقول لكم بقى نبتدي ازاي. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 وسلسلتين ارتفاع، يعني كده كتوتال 5 سلاسل. تمام، هنسيب ده وهنخش، هنسيب ده، شايفين ده هنسيبه. هنخش هنا وهنعمل عمود بلفة سلسلتين، هنخش في العمود البارز وهنعمل، مش في العمود البارز اللي هو الاسطر البارز اللي هنا، شايفين اللي هو ده وده وده، هنبتدي نشتغل فيهم عمود بلفة سلسلتين في العمود او في السطر البارز، هنخش فيه وهنعمل عمود بلفة، عمود بلفة. تمام، هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا وصلت لنهاية السطر. تمام، هنرتفع اخر حاجة سلسلتين في السلسلة التالتة، 1 2 او 1 2 اهو دي. تمام، وهنقفل فيها غرزة منزلقة. هنرتفع 5 سلاسل، 3 4 5، وهنعمل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة سلسلتين، فوق كل عمود بلفة العمود التاني عمود بلفة. تمام اهو، سلسلتين عمود بلفة. تمام، هنفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية اما نعمل مجموعة من السطور من الغرزة دي. تمام، دي الغرزة اللي هي البطانة اللي بتبقى تحت الكورنيش نفسها. تمام، احنا هنعمل البطانة الاول. تمام، وسيبوا جزء في الاخر ده هنعمل فيها الكورنيشة الاخيرة. كام مثلا السطرين دول مثلا عندي واخدين حوالي اهو، هنا اخر سطرين واخدين معايا حوالي 4 سنتي مثلا، فالكورنيشة مثلا حوالي من 7 ل8 سطور حاجة زي كده. هنضرب ال4 مثلا في كام سنتي حسب 8. هنسيب حوالي 8 سنتي مثلا عندي. ليه؟ لان هنا عندي السطرين واخدين حوالي 4 سنتي، واحنا المفروض هنعمل حوالي 7 8 سطور، هنفترض 8 عشان مش متذكرة حاليا. ف كده هنحتاج ان احنا نسيب في الاخر حوالي 8 سنتي. تمام، هخلص السطور، مجموعة من السطور، وهرجع اقول لكم المفروض نعمل ايه. انا هنا كده عملت 6 سطور اهو، 1 2 3 4 5 6. تمام، احنا اللي هي البطانة اللي بتتحط تحت الكورنيشة بنعمل 6 سطور، وفي ال7 بنعمل الكورنيشة. تمام، بس انا هنا هعمل تزايد عشان عايزة الكورنيشة تبقى واسعة شوية، مش واخدة ستريت شوية يعني. هقولكوا هنعمل تزايد ازاي. اول حاجة نرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تمام، هنخش في العمود اللي بعده، 1
سلسلتين، 2 3 هنا 4 1 2 3 4 تمام. كام عمود؟ 1 2 3 4 5. هنرتفع سلسلتين تمام، وفي نفس المكان هنعمل عمود بلفة زي ما انتم شايفين. ادي 1 2 3 4 5، وفي السادس بنعمل حرف V او يعني تزايد سلسلتين. هنخش باللي بعديها 1 2 3 4 5. في الستة بنعمل تزايد عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا وصلت لنهاية السطر، ارتفعنا سلسلتين اهو، 1 2، وهنقفل في الغرزة التالتة بغرزة منزلقة. هنرتفع 5 سلاسل، 4 5، وهنشتغل عادي بقى يعني فوق كل عمود بلفة عمود بلفة وما بينهم سلسلتين تمام. حتى حرف الفي ده هنشتغل هنا عمود، سلسلتين، عمود عادي جدا تمام. يبقى احنا كده بنبتدي في الكورنيشة التانية تمام، لان الكورنيشة الاولى بيبقى عبارة عن 6 سطور، والكورنيشة بتبقى في السطر السادس تمام. فهفضل شغالة بنفس الطريقة. لو عايزين تعملوا تزايد تاني يبقى في السطر السادس تاني اللي بعد ده، او في السطر السابع قصدي، يعني مثلا في السطر ال14 اعملوا تزايد بنفس الطريقة تمام لحد ما توصلوا للطول اللي انتوا عايزينه. انا هنا عملت 14 سطر زي ما انتم شايفين، عبارة عن 6 طبقات تمام، يعني 6 سطور تمام. وفي السابعة بنعمل اللي هي الطبقة اللي فوق تمام. يبقى احنا بنعمل 6 الطبقة تمام، وفي السابعة بنعمل ال ال- الكشكشة او الطبقة الجديدة تمام. انا هنا عملت 14 سطر، وهنبتدي نشتغل. هنخش هنا منزلقة تمام، وهنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو تمام. هنرتفع سلسلتين، في العمود اللي بعديه هنعمل 5 عواميد، 1 2 2 3 4 5 تمام. في اللي بعد في الفراغ ده هنخش هنعمل غرزة حشو، بس قبل يعني هنعمل سلسلتين الأول. في الفراغ ده هنخش نعمل غرزة حشو تمام. الفراغ اللي بعده هنرتفع سلسلتين الأول، هنخش وهنعمل 5 عواميد، 1 2 3 4 5. هنرتفع سلسلتين وهنخش هنا في الفراغ اللي بعده وهنعمل غرزة حشو، وهكذا تمام. ده اللي احنا هنعمله طول السطر. هخلصه وارجع لكم. انا هنا وصلت لنهاية السطر وعملت سلسلتين تمام. هنقفل هنا اول غرزة حشو منزلقة تمام. هنشتغل في الفراغ غرزة منزلقة، وفي اول عمود غرزة منزلقة.
تمام. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هنعتبر ان ال3 سلاسل دول اول عمود. تمام. هنخش باللي بعديها، هنعمل عمود بلفة، في اللي بعديها برضو عمود بلفة. تمام. كده بقى عندنا 3 عواميد. نرتفع سلسلتين وفي نفس المكان عمود بلفة، في اللي بعديه عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة. شايفين؟ يعني في العمود التالت بنعمل حرف في، اللي هو عمود 60 عمود في نفس المكان، ونشتغل برضو عمودين بلفة. هنرتفع 3 سلاسل، هنسيب غرزة الحشو دي، هندخل في العمود اللي هي الغرزة اللي بعديها، هنشتغل عمود، في اللي بعديه عمود، وفي التالتة هنعمل حرف في، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. بعد كده عمودين بلفة عادي، هنشتغل 3 سلاسل وهنكمل بنفس الطريقة. تمام. عمودين بلفة، في العمود التالت بنعمل حرف في، بعد كده اللي هو عمود 60 عمود، بعد كده بنشتغل عمودين و3 سلاسل ونكرر. هخلص السطر وارجع لكم. انا هنا خلصت السطر وعملت 3 سلاسل. تمام. هقفل في السلسلة التالتة. تمام. طيب هنخش منزلقة في العمود الأول، منزلقة، وهنرتفع 3 سلاسل. هنعمل في اللي بعدها عمود بلفة، في الفراغ ده هنعمل عمودين بلفة، 1 2 سلسلتين، وفي نفس المكان عمودين بلفة، 1 2. تمام. في العمودين دول هنعمل عمودين بلفة، 1 2. هنشتغل سلسلتين، في الفراغ ده هنعمل غرزة حشو. تمام. ده بقى شكلها اهو، يعني 4 عواميد، 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4. هنرتفع سلسلتين، هنسيب العمود ده، هنخش في اللي بعده، هنعمل عمود بلفة، 1 2 في العمود اللي بعديه، وهنعمل في الفراغ برضو عمودين بلفة، 1 في نفس المكان عمود كمان، سلسلتين في نفس المكان عمودين بلفة، وهنا عمودين، 1 2 سلسلتين، هنا غرزة حشو. تمام. ده بقى شكلها. هنكمل السطر نفس الطريقة وارجع لكم. انا هنا وصلت لنهاية السطر وعملت سلسلتين. تمام. هنقفل هنا اول غرزة حشو منزلقة. تمام. هنشتغل في الفراغ غرزة منزلقة، وفي اول عمود غرزة منزلقة. تمام. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هنعتبر ان ال3 سلاسل دول اول عمود. تمام. هنخش باللي بعديها، هنعمل عمود بلفة، في اللي بعديها برضو عمود بلفة. تمام. كده بقى عندنا 3 عواميد. نرتفع سلسلتين وفي نفس المكان عمود بلفة، في اللي بعديه عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة. شايفين؟ يعني في العمود التالت بنعمل حرف في، اللي هو عمود 60 عمود في نفس المكان، ونشتغل برضو عمودين بلفة. هنرتفع 3 سلاسل، هنسيب غرزة الحشو دي، هندخل في العمود اللي هي الغرزة اللي بعديها، هنشتغل عمود، في اللي بعديه عمود، وفي التالتة هنعمل حرف في، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. بعد كده عمودين بلفة عادي، هنشتغل 3 سلاسل وهنكمل بنفس الطريقة. تمام. عمودين بلفة، في العمود التالت بنعمل حرف في،
بعد كده اللي هو عمود سلسلتين عمود، بعد كده بنشتغل عمودين وثلاث سلاسل ونكرر. هخلص السطر وارجع لكم. انا هنا خلصت السطر وقفلت في السلسلة التالتة بغرزة منزلقة. تمام، هنخش في العمود اللي بعده هنعمل غرزة منزلقة، هنرتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود، وهنخش في العمود اللي بعده هنعمل عمود بلفة في الفراغ، عمودين بلفة، 2 سلسلتين، وفي نفس المكان عمودين بلفة. هو في البطرون الأساسي المفروض عمود بلفتين، يعني بدل ما ترتفعوا 3 سلاسل 4، ولكن أنا عشان مش عايزة الجيبة تطول قوي عشان هما كمان حوالي 8 سطور، اكتفيت انها تبقى عمود بلفة واحدة. تمام، انما انتوا لو عايزين تعملوا عمود بلفتين اوكي عادي، وده الصح يعني، بس علشان انا مش عايزاها تبقى طويلة اوفر فخليتها عمود. تمام، في اللي بعديها عمود بلفة، وهنا عمود بلفة، شايفين؟ طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ الفراغ ده هنخش نعمل فيه غرزة حشو. في العمود الاول هنسيبه، هنخش في العمود التاني هنعمل نفس الحاجة، عمودين، 1 2 في الفراغ، عمودين، 1 2 سلسلتين، 1 2 1 2 وفي نفس المكان عمودين بلفة، 2 في العمودين دول كل واحد فيهم عمود بلفة، واخر عمود هنسيبه، هنخش في الفراغ هنعمل غرزة حشو. تمام بالشكل ده، هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا وصلت لنهاية السطر. تمام، هنرتفع 3 سلاسل، لا سوري احنا مش بنرتفع. طيب هنخش هنا في الفراغ هنعمل غرزة حشو. تمام، وهنقفل في السلسلة التالتة، او هنقفل في السلسلة الرابعة لو انت عاملة السطر ده عمودين بلفة. تمام، قفلنا منزلقة. في العمود اللي بعديها هنقفل برضو منزلقة، برضو العمود اللي بعديها هنقفل بمنزلقة، وهنرتفع 3 سلاسل. في العمود اللي بعديها عمود بلفة، ادي كده بقى عندنا عمودين بلفة. في الفراغ ده هنشتغل 3 عواميد، 1 2 3، بقى عندنا 1 2 3 4 5. تمام، هنرتفع سلسلتين، وفي نفس المكان هنعمل 3 عواميد، 1 2 3. تمام، وهنشتغل هنا عمودين، 1 2 زي ما انتم شايفين. هنسيب اخر عمودين لما ده والحشو، وهنسيب العمودين دول برضو، هنخش هنا في اخر عمودين على طول، 1 في اللي بعديها 2، وفي الفراغ ده هنعمل 3 عواميد، 1 2 3 سلسلتين و3 عواميد في نفس المكان، 1 1 2 3، وهنا عمود، وهنا كمان عمود. تمام، هنسيب هنا اخر عمودين لو ده وده، وغرزة الحشو هنسيبها، وهنسيب العمودين دول، وهنخش في العمود التالت اللي هو هنا اخر عمودين، وهنا برضو 3 عواميد سلسلتين، 3 عواميد في نفس المكان، هنعمل هنا برضو عمودين، وهنسيب كل ده وهكذا. تمام، هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا خلصت السطر. تمام، هقفل في السلسلة التالتة غرزة منزلقة. تمام، هندخل هنا في العمود اللي بعديه بغرزة منزلقة، 1 غرزة منزلقة تاني، 2. تمام، هنرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود،
هنخش في اللي بعديه عمود، في اللي بعديه عمود برضو. في الفراغ ده هنعمل 3 عواميد، 1 2 3 سلسلتين، وفي نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3 وهنا عمود 2 3. شايفين هنا بقى عندنا 1 2 3 4 5 6 وهنا كمان 6 وما بينهم سلسلتين. تمام، هنعدي كل ده وهنعدي من هنا عمودين، هنخش في التالت وهنعمل هنا 1 2 نفس الحاجة بالظبط بتاعت السطر اللي قبليه، بس الفرق ان احنا زودنا عمود. يعني بدل ما كنا بنشتغل هنا عمودين في اخر عمودين، هنا لا، بنشتغل في اخر 3 عواميد. تمام، وهنا 3 سلاسل، قصدي 3 عواميد، 1 2 2 3 سلسلتين، وفي نفس المكان 3 1 2 3 وهنا دي عمود التاني التالت. تمام، هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا خلصت السطر. تمام، هنقفل منزلقة في الغرزة التالتة. اوكي، هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 وسلسلتين ارتفاع، 1 2. تمام، هنخش هنا في الفراغ ده هنعمل عمودين، 1 2 5 سلاسل، وفي نفس المكان عمودين بلفة، 1 2. تمام، سلسلتين، 1 2 في المكان ده في النص هنعمل عمود بلفة، سلسلتين في الفراغ ده هنعمل عمودين، 1 2 5 سلاسل، وفي نفس المكان عمودين بلفة. تمام، سلسلتين في الفراغ او ما بينهم هنعمل عمود، سلسلتين، ونكرر نفس الحاجة. تمام، هخلص السطر وارجع لكم. انا هنا خلصت السطر، هنقفل في الغرزة التالتة بمنزلقة. تمام، هنعمل ايه بقى في السطر الاخير؟ هنخش بغرزة منزلقة، وهنخش برضو في اول عمود بغرزة منزلقة. تمام، هنرتفع بسلسلة وهنعمل غرزة حشو في نفس المكان. تمام، هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 وهنعمل في اللي بعديها غرزة حشو. تمام، هنخش في الفراغ هنعمل حشو، 1 2 3 حشو في نفس المكان تاني، حشو 3 سلاسل، حشو. تمام كده، 1 ده حشو 3 سلاسل، حشو في نفس المكان. تمام، يبقى هنا عندنا 1 2 3 4. هنخش في اول عمود نعمل حشو 3 سلاسل في العمود التاني حشو. تمام، يبقى ايه السطر عبارة عن ايه؟ في العمود بنعمل 3 سلاسل، وفي الغرزة التانية حشو، وفي الفراغ اللي فيه 5 سلاسل في السطر اللي قبليه بنعمل 3 غرز حشو. تمام، 3 غرز قصدي فراغات. تمام، وهنا الفراغ. تمام، هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تمام، هنخش هنا في العمود الاول وهنبتدي نكرر 1 حشو 3 سلاسل في العمود التاني حشو. تمام، في
في الفراغ هنا حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل في الفراغ حشو 3 سلاسل في الفراغ حشو. هنا في أول عمود هنعمل حشو 3 سلاسل في العمود اللي جنبها حشو. تمام. وهنبتدي بقى نكرر في العمودين دول بنعمل فراغ واحد في الفراغ اللي هو الخمس سلاسل كان فيه هنا 5 سلاسل ده هنعمل فيه 3 فراغات. تمام. وهنا برضو قلنا واحد بس. تمام. هنبتدي بقى نشتغل 5 سلاسل وهنبتدي نكرر. تمام. هخلص السطر وارجع لكم. انا هنا خلصت السطر وعملت اخر حاجة 5 سلاسل وهنقفل ومنزلقة في اول غرزة حشو هنرتفع سلسلة وهنقص الخيط. بصوا ده شكلها بعد لما خلصت او خلصنا اخر طبقة اهو. ده شكلها. تمام. انا هنا بعد لما خلصت تمام قسمتهم بالتلاتة تساوي، بمعنى انا هنا مثلا قسمتهم هنا ادي واحد تمام وسيبنا ادي 1 2 3 4 في الخمسة حطيت علامة وكذلك هنا 1 2 3 4 في الخمسة حطيت علامة. طيب ليه عملنا كده مع ان احنا كان ممكن نقسمهم 2 وخلاص؟ هقولكوا انا هنا عاملة عمود بلفة واحد تمام. لو انتوا عاملين عمود بلفتين هتعملوا ايه؟ هتقسموها بالنص. هقولكوا ازاي. طيب شايفين السطر ده بتاع التزايد بتخشوا هنا وتشتغلوا في السطر ده. تمام. ده لو انتوا عاملين الكورنيشة دي بعمود بلفتين. ليه؟ لان لو احنا عملنا السطر من اول هنا وعملناها 3 كورنيش بدل 4 هنلاقي ان الكورنيشة يعني يدوب لما توصل هتوصل هنا يعني يدوب. تمام. واحنا مش عايزين كده، عايزينها مثلا توصل لحد السطر التاني. فبالتالي انسب طريقة انا لقيتها يعني عامة ان احنا هنقسمها 3 بمعنى ان احنا نعمل كورنيشة زيادة. ماشي. خلونا عامة نبتدي هقولكوا بالظبط هنشتغل ازاي. تمام. احنا بنشتغل من تحت لفوق. اوكي. هنبتدي هنا ندخل هقولكوا بالظبط ندخل ازاي. شايفين ده السطر اللي احنا هنبتدي فيه. تمام. هنخش من تحت وهنطلع بالشكل ده. نجيب الخيط ونسحب. هنثبت الغرزة هنعمل سلسلة وفي نفس المكان هنعمل غرزة حشو. تمام. سلسلتين في الفراغ اللي بعده هنعمل 5 عواميد بلفة 1 2 3 4 5. تمام. سلسلتين في الفراغ اللي بعده في الفراغ اللي بعده حشو سوري سلسلتين وهنا 5 غرز عمود بلفة 2 3 4 5 سلسلتين هنعمل في اللي بعده غرزة حشو وهكذا بقى. يعني هنفضل نكرر الباترون اللي احنا عملناه هنا اهو ده هنفضل نكرر زيه بالظبط كل السطور دي. تمام. وعرفنا ازاي برضو ندخل الخيط في الغرز عشان نعمل كورنيشة تانية. وهنعمل برضو نفس الحوار هنا في السطر ده برضو هنخش كده. تمام. ونفس الحوار هنا هنخش ازاي هنخش شايفين ده هنطلع كده. ملكوا زوم تاني. بنخش ازاي دي العواميد اهي بنخش في غرزة العمود وبنطلع نشتغل وهكذا. تمام. دي اللي احنا هنعمله ده اللي احنا هنعمله يعني عشان
نخلص الجيبة. تمام. زي ما قلتلكوا لو انتوا عاملين هنا عمود بدأ بلفتين هتعملوا 3 طبقات بس، يعني كتوتال يبقوا 3 طبقات، يعني هنا طبقة وفي النص طبقة وهنا طبقة. اما لو انتوا عاملين زيي هتعملوا 4 طبقات. تمام. هخلص الجيبة واوريكوا الصورة في النهاية وفي نهاية الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت. باي باي.